لو انت مكان شيكابالا هتعمل ايه في الحالة دي؟ ده اللي هو اللي ورا ده، مش ده هتديها للاعب انهي؟ التالت ده. اللي على يمين خالص ده؟ عشان يعني ده طب خلاص ده اوفسايد. مش اوفسايد يا كابتن، هو أوفسايد. ما هو لاعب واقف على اللاين ولاعب الزمالك قبل اللاين اهو. ايوه بس فيها شك يعني. فيها شك فانت تلعب للبعيد ده صح؟ تمام. لو انت مكان شيكابالا هتعمل ايه في الكورة دي؟ هلعب على بعيد. هتلاقي تلعب لمين؟ ده هناك اللاعب اللي على اليمين خالص ده؟ اه. ليه ما تلعبش على اللي جنبه ده؟ اوفسايد. اوفسايد؟ هو مش اوفسايد بس انت اخترت اللاعب اللي هناك؟ اه. تمام. ببصيها للاعب ده. هو انتوا كلكم ليه بتقولوا الباص للاعب اللي على اليمين ده؟ طب ما باص للاعب اللي جنبك ممكن اديها ثرو هناك وهو يحط. اللي هو انهي لاعب؟ يعني اديها ثرو هناك ثرو واللي يوصل لها يجيبها. واللي يوصلها من الاثنين دول اه. هو ده اللي هيجي في دماغك لو انت في حاله شيكابالا؟ اه. تمام ماشي. هعمل نفسي بباص ده وهجري في المساحة اللي فتحتها. بجد والله؟ اه. يعني انت هتعمل نفسك انك هتباص اللاعب ده وتجري في المساحه دي؟ اه. بس انت دي ثقه؟ يعني انت واثق في نفسك؟ ما انا شيكابالا بقى. انت لا انت دلوقتي مش شيكابالا. انا علي هبصها. هتباصيها؟ ماشي. كلكم اجمعتوا على انه هيباصي للاعب اللي على اليمين بينيه او للاعب التاني صح؟ طيب بصوا بقى شيكابالا هيعمل ايه؟ انا عملنا ريمبو فليك. اشمعنى؟ هو في جون اصلا؟ طبعا لو اي حد غير شيكابالا خلاص واختار القرار الصعب ده وما جابهاش هيروح في داهيه من الجمهور ومن لاعيبته ومن المدير الفني ومن الاعلام، لان عنده اتنين فاتحين وفي الاخر هو عمل ايه؟ شاطها جابها جول. دي الثقه يا كباتن، دي امكانيات اللعيبه، دي امكانيات. شكرا. زيك.